من كام سنة فاتوا كنت فاكرة نفسي سوبر وومن، أقدر أعمل كل حاجة وأي حاجة. فلانة تقول لي همشي، أقول لها مش مشكلة، الباب يفوت جمل. فلانة تكون قلبة وشها ولا يفرق معايا، أصل مش أنا الغلطانة، ما أنا سوبر وومن بقى، محدش يلوي دراعي. لحد ما تعبت من الشغل ومن التفكير. قلت لنفسي استهدي بالله كده بقى، وتعالي نفكر بالعقل. الفراق سنة الحياة، يعني لا هتقف عليا ولا على غيري، ولكن مهما حاولنا نداريه الفراق ده صعب قوي علينا. المشكلة بقى ان احنا ساعات بنستعجل الفراق من ناس لسه ما انش الاوان ان هم يفرقونا بجد. كل ده ليه؟ عشان بنكسل نقول لهم كلمة حلوة لما نكون مزعلينهم. اصل مش احنا الغلطانين، مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خيرهما من يبدأ بالسلام. عشان بنتكبر ان احنا نغير في اسلوبنا، رغم ان احنا عارفين ان اسلوبنا ده بيضايقهم جدا. عشان بنحس بالاهانة لما نقول للي قدامنا احنا محتاجينك تساعدنا في الجزئية دي. عشان بنستخسر الابتسامة مع الناس اللي حوالينا، لا ياخدوا علينا. وكل ده عشان بنعتقد ان احنا كده بقينا اقوياء، مع ان كده هو الضعف بعينه. ضعف التصرف. ما انا لو عارفة اتصرف كان زماني ما قطعتش العلاقة. وبعدين تعال اقولك على حاجة مهمة. تعرف ان ربنا انعم علينا بالناس دي كلها حوالينا عشان نبقى مسخرين لبعض. وما انا بقى بشطارتي اقول لربنا بص يا رب، انا قوية ومستغنية ومش عايزة الناس دي حواليا. هو ده كلام يتقال؟